rockin' school. محبي قناة موروكو سكوب، مرحبا بكم. خرج المدرب ديال المنتخب الوطني المغربي السابق هيرفي رونالد تصريح خطير على كل المنتخبات الإفريقية، وهذا الشيء بعد ما شاف أنهم وصلوا نتائج إيجابية في قطر. وقال المدرب أن هذا الجيل ديال لاعبي المنتخب المغربي جيل مرعب، وقال أن لابد لهم يفوزوا بكأس إفريقيا. وصرح ايضا انه قبل ما يبدا كاس افريقيا 2017 غابوا بزاف ديال اللاعبين الاساسيين بحال نور الدين امرابط، يونس بالهندا، سفيان بوفال، اشرف الزهر وحكيم زياش. وبالرغم من هذه الغيابات قدر المنتخب الوطني يوصل للدور الربع النهائي، وما كانش قدامه بزاف باش يوصل للنصف. وقتها ما كانش عندنا بدائل في نفس الجوده اللي كاينه اليوم، واليوم الوضعيه تبدلات وكاين في المنتخب الوطني المغربي بدائل ممتازه بزاف كتساعد المدرب يدير التكتيك اللي بغى بشكل احسن ويعوض الاصابات. الان تبدلت الامور مع وليد الركراكي اللي عنده تجربه كلاعب سابق مع المنتخب الوطني المغربي، واللي ولا دابا مدرب ووصل بالمنتخب الى نصف نهائي كاس العالم. مع هذا الجيل غتكون الامور مغايره بشكل كبير. كما كتعرفوا الاصابات هي واحد المشكل مزعج لاي مدرب، ولكن مع الجوده اللي كاينه عنده في البدائل الوضعيه تحت السيطره. واكد على ان الجوده ديال اللاعبين اللي بحال حارث، عدلي، السيباري، الزلزولي وبزاف ديال اللاعبين اخرين، وهذا الشيء كله كيعطي المنتخب فرص كبيره باش يربح كأس الإفريقية ويعوض جميع الإصابات اللي يقدر يتعرض لها أي لاعب أساسي في المنتخب. شكرا لك على مشاهدتك للفيديو، نتمنى أن يكون قد نال إعجابك. نرجو منك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، كما يمكنك الضغط على زر لايك لدعمنا. نحن نقدر دعمك وتشجيعك، وسنواصل تقديم محتوى جديد ومميز. شكرا مرة أخرى.